اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. محمد عبد الله فرح جلود أبو عبد الله حقق نجاحا باهرا وكبيرا. اختلطت بين هذه السعادة كونه أصغر طالب شارك في هذه المسابقة وأصغر بطل من أبطال العرب فاز بهذا اللقب، والفرحة كون أن هذا الفوز كان في الطبعة الأولى لهذه الأولمبياد في تحدي القراءة العربي، والفرحة كذلك أن هذا النجاح كان في اللغة العربية، مما يدل على أن الجزائر لا زالت بخير مع اللغة العربية والحمد لله رب العالمين. نعم، بحسب المسابقة محمد كان قرأ 50 عنوانا ل 22 مجلدا. أوصف لنا كيف هل يعني وجد صعوبة أو سهولة في قراءة هذه العناوين، ونحن نعرف بأنه فيه طلبة كثير من كل الدول العربية شاركت في هذه المسابقة؟ الحمد لله رب العالمين. كان الهدف من المسابقة هو اكتشاف المواهب والمبدعين والمتميزين، فمحمد قرأ في ظرف أقل من 3 أشهر 50 كتابا ل 22 مؤلفا والحمد لله رب العالمين في ظرف قياسي. فهو من خلال الأسرة، خاصة الأسرة وخاصة أمه أم عبد الله هي التي علمته وألقنته أصول اللغة العربية حتى قبل أن يدخل إلى المدرسة. وما إن دخل إلى المدرسة كان سريع الفهم، سريع القراءة، وسريع التلخيص، وسريع الاستنباط والحمد لله. نعم. سيد فرح جلود، كيف لقيتوا رد فعل الشعوب العربية، وخاصة أنتم كنتم متواجدين في الإمارات، فيه وزراء، فيه شخصيات كبيرة حضرت هذا الحفل، حوالي 1200 شخصية يعني حضرت هذا الحفل، وكلهم شاهدوا كيف محمد عبد الله توج بالجائزة. أنتم كيف شفتوا رد فعلهم؟ طبعا كانت الفرحة عظيمة جدا جدا جدا، امتزجت فرحة بين كون الجزائر في نظر العرب بلد المليون شهيد، وفي الضفة الأخرى أن الجزائر فرنسية، فأثبت محمد كما قال تأكيدا لقول عبد الحميد بن باديس رحمه الله: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. ففوزه بهذا اللقب في طبعته الأولى وهو في هذا السن دليل على عربية الجزائر والحمد لله رب العالمين. فكان انبهار كبير لإجابته على الملأ، لأن كان فيه إجابة أو سؤال مباشر من اللجنة المحكمة أمام الجمهور ل3 الأوائل